ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا عامل لكم مقارنه في اصعب فئه في السوق المصري، وهي اللي من 1,400,000 لحد 1,500,000. وخلينا نشوف ايه هي اشهر العربيات اللي موجوده في الفئه دي، واقول لكم ايه هي ابرز المميزات والعيوب في العربيات دي، مع كمان اسعار قطع الغيار اللي لقيته منها يعني. طيب اول عربيه هتكلم عليها النهارده وهي الام جي الاتش اس الشكل الجديد. تاني واحده معانا وهي الهافال الاتش 6. تالت واحده معانا وهي الجي اي سي الجي اس 4 ماكس. رابع واحده معانا وهي التيجو ال8 برو ماكس. خامس واحده معانا وهي السو ايست الاس 09. وكمان هقارن العربيات دي سريعا كده بهيونداي توسن علشان تعرف العربيات دي فين من الكوري. في الفيديو ده انا هعرض العيوب والمميزات بتاعت كل عربيه مع بعض علشان ما تتلخبطوش. اول عربيه معانا وهي الام جي الاتش اس. اول حاجه بتميز العربيه دي ان تصميمها حديث شويه. العربيه متصممه علشان تنافس في السوق الاوروبي، فبتحس ان هي تصميمها بعيد شويه عن الصيني. فانا حاسس ان هم صارفين اكتر على تطوير العربيه من ناحيه الشكل الخارجي والعفشه بتاعتها وطريقه السواقه، ولكن ناسين بعض الكماليات المهمه جوه العربيه. العربيه كمان مساحتها في الكنبه اللي ورا ومستوى الراحه فيها بقى ممتاز، ولكن دي اصغر عربيه هتكلم عليها في الفيديو ده، وفي نفس الوقت هي اكبر من الهيونداي توسان. العربيه كمان بتتميز ان استهلاك البنزين فيها متوسط مش وحش، وكمان العربيه بتتميز بان علامه ام جي محبوبه في مصر والعربيه انتشرت جدا، بس العربيات الاقتصاديه هي اللي انتشرت. وخد بالك ان العربيه شكلها جديد، فالقطع غيار بتاعتها مش هتبقى منتشره دلوقتي خالص ومش موجوده في السوق، يعني هتلاقيها صفر في السوق حاليا لان الشكل لسه نازل علينا جديد، فتبقى عارف النقطه دي. نيجي بقى للعيوب بتاعه العربيه، وهي ان العربيه بتيجي بابل كار بلاي واندرويد اوتو بالكابل مش وايرلس. كمان العربيه ما بيجيش فيها شاحن وايرلس، والعربيه ما فيش فيها اي يو اس بي سي خالص من جوه. العربيه كمان ما فيهاش مرايات تعتيم. الشاشه بتاعه العربيه بتهنج شويه. الموتور بتاع العربيه معروف ان هو حساس شويه للبنزين اللي مش نظيف، والعربيه هتنور معاك على طول لو انت حطيت اي بنزين مش كويس. حساس الكرنك في الموتور بتاع العربيه دي بيبوظ باستمرار برده، وبوابه التحكم في هوايات التكييف ساعات بتبوظ في العربيه دي. التكييف فيها استخدامه مش سهل وانت سايق. الارم ريست بتاع العربيه دي مش اكبر ولا اريح ارم ريست في الفئه. كمان الشنطه بتاعتها مش اكبر حاجه، والشنطه ما فيش فيها اي سمارت فيتشرز تساعدك في التخزين. نيجي بقى لتاني عربيه معانا وهي الهافال الاتش 6. اول حاجه ان العربيه دي بتتميز بشاشه كبيره وريسبونسيف، ونظام التشغيل بتاعها عامه كويس. والعربيه كمان بتيجي بكماليات ممتازه زي كاميرات 360 والنقاط العاميه، وكمان فيها الكراسي مريحه جدا وفيها تبريد في الكراسي. العربيه فيها ارم ريست كبير وعالي ومريح. نيجي بقى لعيوب العربيه، وهي ان البادي رول فيها زايد شويه، هي والجاك الجي اس 4 الاثنين فيهم تمايل شويه في البدن. بقيه العربيات الصينيه معالجه الموضوع ده بشكل ممتاز شويه عنهم. العربيه دي بتعمل استهلاك بنزين وحش جدا، بيوصل معاك ل 10 لتر جوه المدينه، ولو ماشي في طريق زحمه بيوصل معاك ل 14 لتر. الشنطه بتاعتها كبيره بس برده ما فيش فيها اي سمارت فيتشرز، حاجات تساعدك في التخزين زي حاجات تعلق فيها او تربط حاجه او الكلام ده. الفوانيس الاماميه في العربيه دي نازله لتحت شويه ومعرضه ان هي تتخبط منك بسهوله. العربيه ما فيش فيها غير مخرج واحد تايب سي. السماعات بتاعت العربيه مش حلوه خالص. خرطوم التربو في العربيه دي عيب مشهور جدا في مصر وبيتقطع ومحدش بيتكلم عنه. فالعربيه ممكن تلاقيها على ال 70 وال 60 الف ما تحسش ان فيها تربو خالص، لان الخرطوم بقى بيسرب الهواء بتاع التربو فمحتاج يتغير. هي مش مشكله كبيره بس لازم تبقى عارفها. كمان من ضمن عيوب العربيه دي ان انت مش هتلاقي اي قطع غيار بره التوكيل، الموضوع هيبقى صعب عليك شويه. الكفر بتاع الشنطه في العربيه دي لو شيلته صعب جدا يتركب، فخد بالك. فتحات التكييف الخلفيه في العربيه دي بتتحرك لفوق وتحت مع بعض الاثنين، يعني سواء اليمين او الشمال لازم يتحركوا لفوق وتحت مع بعض، وانا شايف ان الموضوع ده غبي شويه هيعمل خناقات. التوكيل بتاع العربيه دي للاسف الهيستوري بتاعته مش حلوه خالص في توفير قطع الغيار بتاعتها. ودلوقتي بقى تعالوا نتكلم عن مميزات وعيوب الجي اي سي الجي اس 4 ماكس. اول حاجه ان الارم ريست بتاع العربيه دي كبير قوي، فيه 3 كاب هولدر، فالموضوع ده حلو قوي للمدخنين يعني علشان بيبقوا فيه دايما كاب هولدر محجوز فيه الطفايه. العربيه الاضاءه فيها كويسه وبتحاول تقلد الفوانيس الميتريكس في ان هي تبقى دايما فاتحه العالي وقت ما انت محتاجه وتقفله وقت ما يبقى في عربيات ماشيه قدامها. نظام التشغيل بتاعها مش فلاشي قوي بس سهل وواضح ومنظم. الكاميرات بتاعت العربيه 360. العربيه استهلاك البنزين بتاعها برده كويس مش وحش، من 8 ل 11 لتر. نيجي بقى لعيوب العربيه دي. اول حاجه وهي انك للاسف مش هتلاقي مسمار بره. العربيه ملهاش اي حاجه استيراد، فهتعتمد على التوكيل بشكل كامل. العربيه على مطبات الهواء بتحس ان هي بتطلع وتنزل منك. وصيانه المواتير بتاعت عربيات جي اي سي كلها عامه اصعب علشان العربيه فيها ووتر تو اير انتركولر. الموضوع ده مفيد للموتور ان هو بيوفر له حرارات اقل، ولكن في الصيانه بيبقى صعب جدا لان الناس مش متعوده ان يبقى في حاجه بتبرد العربيه غير الرادياتير. طبعا الرادياتير بيبرد اجزاء الموتور نفسه، ولكن وظيفه الووتر تو اير انتركولر ان هو بيبرد الهواء قبل ما يدخل للمحرك. فالموضوع في الصيانه بيبقى صعب جدا ان انت توصل للمانيفولد وتوصل للبوجيهات بتاعت العربيه، بتبقى طريقته مختلفه. فلو عطلت بالعربيه دي في اي مكان ما فيهوش حد متخصص مش هيعرف يتعامل مع العربيه. كمان الاجزاء دي بيبقى لها دايما عمر افتراضي وبتزود الخراطيم في العربيه، فممكن في الحر على كيلومتر عالي تشوف مشاكل. خليني بقى نيجي
مميزات وعيوب تيجو 8 برو ماكس. اول حاجه بتميز العربيه دي ان العربيه دي بتحس فعلا ان هي فخمه، وكمان فيها 7 كراسي، وتحس كمان ان هي افخم حتى من بقيه العربيات اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، رغم ان الاشاعه يعني بتقول ان هافال هي افخم عربيات، ولكن فعلا انا لما قعدت في العربيه حسيت فعلا مستوى الخامات فيها عالي جدا. وكمان الساو ايست الاس 09 بتعلي عليها برده يعني في حاجات واقل منها في حاجات، فالعربيتين دول متقاربين جدا في الخامات. التيجو 8 برو ماكس بتوفر مساحات كبيره جدا مقارنه ببقيه العربيات. العربيه بقى السو ايست الاس 09 دي بتوفر مساحات وقيمه مقابل سعر ممتازه تضرب كل العربيات دي بدون مقارنه. تمام، يعني لو هقارن العربيات دي في القيمه مقابل السعر، انا شايف صراحه ان اس 09 الساو ايست في حته بعيده جدا. بعد كده بيجي بعدها التيجو 8 البرو ماكس، بعد كده بقيه العربيات الثانيه بتيجي. وده كمان مش بالنسبه لي انا بس، لا ده بالنسبه للتسعير بره مصر. يعني التسعير بره مصر تلاقي دايما العربيه الهافال ارخص من التيجو 8 برو ماكس، وبتلاقي دايما العربيه التوسان في نفس سعرهم على فكره، رغم ان هي هنا سعرها اغلى منهم ب 200,000 جنيه. ودايما كمان بتلاقي ان العربيات الهايبريد اللي موجوده عندنا بتبقى دايما ارخص من تويوتا راف 4 ب 20%. احنا عندنا هنا تويوتا راف 4 بتتباع بحوالي 6 مليون ونص، فانت متخيل الفرق. فخد بالك ان العربيات الصينيه دي بدات تنافس بشكل كبير جدا. يعني مثلا عربيه زي الساو ايست الاس 09 انت اكنك جايب كودياك بنص الثمن. العربيه في المساحات تتقارن، في التقفيل حتى، كمان في الخامات بتاعتها. طبعا مش هنبص على الجوده والكلام ده، لان انت بتقارن عربيه بنص ثمن العربيات الثانيه، فمفيش مقارنه خالص. يعني فعلا العربيه بتقدم قيمه مقابل سعر افضل بكتير من العربيات دي، سواء هي او التيجو. يعني هي اعلى من التيجو، وكمان العربيه بس بتيجي من غير اي اداس فيتشرز. ولكن خلينا اتكلم بس عن الاداس فيتشرز في كل العربيات دي. اول حاجه ان الرادار بتاع العربيات دي موجود عندك في الاكسدام اللي قدام. انت لو خبطت الاكسدام اللي قدام وخبطت الرادار ده، انت هتقعد جنبه، الثمن التصليح بتاعه هيبقى كبير جدا. تاني حاجه ان العربيه والاداس فيتشرز شغاله فيها بتبقى مزعجه بشكل رهيب جدا وما يعتمدش عليها تماما. تمام، عشان كده انا هتلاقيني ما اتكلمتش عن الاداس فيتشرز في اي عربيه، وانا هعتبر ان العربيه اللي ما فيهاش اداس فيتشرز اللي هي الساو ايست الاس 09 من افضل العربيات فيهم. الشاشه بتاعتها كبيره جدا، البروسيسور بتاع الشاشه قوي جدا، وكمان العربيه استخدامها مش معقد قوي للناس الكبيره عشان اوبشنز اقل. لكن العربيه لما بيبقى فيها الاداس فيتشرز بجد بتبقى متاهه، فناس كتير قوي بتتعب قوي عما توصل للاوبشن اللي هي عايزاه، او تقفل اوبشن مضايقها. فالموضوع ده لازم تاخد بالك منه، ان الاداس فيتشرز دي بتيجي بضريبه كبيره جدا، وهي ان هي بتبقى مزعجه وصعبه جدا في الصيانه، وقطع الغيار بتاعتها مش موجوده في مصر، التكويد بتاعها صعب جدا مش سهل برده. فتبقى واخد بالك بس من النقطه دي وانت بتشتري العربيات. نرجع بقى للمميزات بتاعه التيجو 8 برو ماكس. اول حاجه ان العربيه دي بتيجي بمساج سيتس، برضو النظام فيها حديث شويه، ولكن يعني ينطبع عليه الطابع الصيني شويه. العربيه برضو هتعرف ان السيستم صيني فيها، ولكن السيستم فيها كويس جدا، المساحات فيها كويسه جدا، الصف الثالث في الكراسي كويس جدا. بس لو هيقعد معاك ناس كبيره في الصف الثالث بتاع الكراسي بتاعها، يفضل ان انت تروح للساو ايست الاس 09. العربيتين يعتبر كبار وخاماتهم زي ما قلت لكم متقاربه من بعض، ولكن طبعا التيجو 8 برو ماكس بتتفوق شويه في التجهيزات. الاثنين فيهم نفس الموتور، العفشه بتاعت العربيتين ناشفه جدا، وده مناسب لحجم العربيات دي. وكمان اداء الموتور بتاعها حلو بشكل مفاجئ، يعني لان العربيه فعلا وزنها تقيل، فلما تلاقي وزنها تقيل بالحجم ده وتلاقي ادائها كويس جدا، يعني كل العربيات دي بتتسارع تحت ال9 ثواني، فالاداء بتاعها كلهم ممتازين، يعني كلهم بيعملوا تسارع تحت النقطه دي. فمش هعلق على اي حد فيهم، مش هدي لاي حد فيهم نقطه فوق الثاني، ولكن ان عربيه تبقى بالحجم ده وبتعمل التسارع بالشكل ده فانا شايفها كويسه جدا. استهلاك البنزين في المواتير ال 1600 بتاعه شيري افضل شويه، ولكن طبعا من عيوب العربيه دي ان انت تبقى واخد بالك ان هي مش معمره قوي على المدى الطويل جدا. يعني الموتور بتاعها مش هيعدي 250,000 من غير ما يتفتح ويتعمل له عمره او يتبص عليه، او على الاقل يتغير له جوان. المنظومه دي مفيش فيها اي عيوب ميكانيكيه، يعني ما اقدرش اعلق على اي عيوب فيها، ما عدا بس ان الفتيس رغم ان هو ويت ولكن بيبقى خشن، واحساسه ما يعني مش انعم حاجه على السرعات القليله. لكن العربيات الشيري محققه اعلى انتشار في السوق، العربيه هي اقدم واحده فيهم، وانا شايف ان دول العربيتين اللي تقارن بينهم ما بين في الفئه السعريه دي. كمان العربيتين دول بيتميزوا ان هم فيهم ارم ريست عالي ودرج كبير ومريح جدا، وكمان الدرج
فيهم مبرد. التيجو ال8 برو ماكس بتتميز ان هي فيها هيد اب ديسبلاي، وكمان الشاشه بتاعتها فيها بيلت ان نافيجيشن، والهيد اب ديسبلاي بتعرض النافيجيشن ده، فالموضوع صراحه مميز جدا. وكمان فيها دي في ار، ده بيسجل العربيه حواليك، يعني ممكن يبقى العربيه مصوره لو في حادثه او في اي حاجه حصلت في العربيه. فصراحه الموضوع ده انا شايفه مفيد برده. كمان بتحاول تشيل الشبوره بتاعت العربيه اوتوماتيك. وكمان برده عيب في الاس 09 ان انت عشان تفتح فيها الشنطه تبقى من جوه الشاشه بس، فانا شايف ان الموضوع ده غبي. الانظمه دي مش كامله، ولكن هي بتحاول تحقق لك كل حاجه برده. طيب نيجي بقى لاسعار الصيانات الدوريه بتاعت العربيات دي، هتلاقيهم كلهم متقاربين جدا مع بعض في نفس اسعار الكوري، او يمكن كمان ارخص. يعني هتلاقي في صيانات في العربيات الهونداي توسان دايما بتوصل معاك ل 30,000، رغم ان الجدول بيقول اسعار اقل من كده. يعني دايما بتلاقي ان في قطع غيار زايده والضريبه بتتحط والكلام ده، فبتلاقي برضو ان انت مش موفر احسن حاجه. وبرضو في الصيني في صيانات ممكن توصل معاك ل 25,000، وكمان ممكن توصل معاك ل 30,000. فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان العربيات دي عامه صيانتها مش رخيصه، وقطع الغيار الخارجيه بتاعتها مش هتلاقيها بسهوله. بس العربيات دي مثلا بتتميز ان هي ما فيش فيها اي عيوب جذريه مثلا زي الهيونداي توسان. خد بالك ان الهيونداي توسان مش بس بتغير الكلاتش على 40,000 كيلو، انت كمان لو انت اتاخرت على موضوع تغيير الكلاتش، انت كمان ممكن تغير الاكتويتر بتاع الفتيس. انت عشان تلاقي القطعه دي هتتعب جدا، ويعني هتلاقي حاجات كتير جديده، واستيراد الجديد مش هتثق فيه خالص، والاستيراد صعب جدا تلاقيه، وهتوصل لارقام كبيره جدا. فتبقى واخد بالك ان برضو العربيه مش احسن حاجه. وبرضو هتلاقيها زي الام جي، برضو لمبه الاعطال بتنور فيها كتير جدا، لان العربيه حساسه للبنزين، وفي مشاكل برضو في البوست بتاعها في التيربو زي ما العربيه الجاك الجي اس 4. فانت برضو علشان تبقى عارف، انت لو رحت للكوري ما وفرتش. ناهيك بقى خلينا نتكلم عن عربيات بيجو ورينو، يعني مجموعه بي اس اي كلها، اوبل ورينو ستروين وعربيات رينو وعربيات نيسان. العربيات دي بجد هي واقفه كلها في تسعير في اخر من ال1.5 مليون لحد ال2 مليون. انا مش شايفهم قيمه مقابل سعر تماما، خصوصا ان العربيات الصيني بقت بتقرب منهم جدا في الجوده وفي تجربه السواقه، وكمان بتعديهم في الاداء. فصراحه انا شايف ان العربيات دي بتقدم قيمه مقابل سعر كبيره جدا. يعني انا لو مكانك وبشتري عربيه حتى لحد الاخر ال2 مليون، لا هوفر الفرق ده واشتري العربيات الصيني. اولا مستوى الاعتماديه بتاعها احسن من العربيات اللي هي الاوروبي اللي انا اتكلمت عليها من شويه. وايوه فعلا انا بقول لك مستوى الاعتماديه احسن مهما ملاكها دفعوا عن العربيات دي. انا شايف ان انا مش هروح اشتري عربيه ب 2 مليون جنيه فيها فتيس سي في تي اقعد احاسب عليه وانا بستخدمه، وكمان مش هيديني اي تجربه سواقه ممتعه، او اروح اشتري عربيه موتورها اعلى منه في بخر الزيت والكلام ده، وهلاقي الصيانات برده غاليه مش رخيصه. فتبقى واخد بالك ان انت فعلا ما بتوفرش، وده السبب في انتشار الصيني. طبعا الصيني كمان ذاكر ماركتنج، وبيعرف كمان يوصل لقلب الريفيورز بشكل كويس ويخليهم يشكروا في العربيه. ولكن برضو الحق يتقال ان التطوير بتاعهم سريع جدا، والعربيات مثلا تلاقيها في 2026 و2025 احسن بكتير جدا من العربيات بتاعه 2023 و22 والكلام ده. هو ده طبعا ميزه وعيب. ميزه ان انت العربيه بتتطور بسرعه جدا، ولكن الريسيل بتاعها بيقع لان في اشكال كتيره جدا بتنزل منها. ولكن العربيات اللي هي زي ما قلت لكم الاس 09 والكلام ده، هي بتتباع بره اصلا اغلى من ما بتتباع عندنا في مصر. فانا شايف ان سعرها صراحه يعني فعلا فرصه كبيره جدا. واي حد اشترى عربيه اوروبي سواء سيدان او اس يو في او الكلام ده، اما بيجي يبص على العربيات دي بيشاور عقله، بيقول هو فعلا اللي انا عملته ده صح ولا ايه؟ لان فعلا انت بتبقى سايب قيمه كبيره جدا في العربيات دي. وكمان العربيات اللي انا اتكلمت عنها كلها في الفيديو كلهم برضو بيقدموا قيمه مقابل سعر عاليه. فبرضو الناس اللي بتشتري اوروبي والكلام ده، اندس انت فعلا عايز التجربه الاوروبيه ويفرق معاك تجربه السواقه والرياضيه والكلام ده، هتروح للعربيات دي. ولكن ثمن الموضوع ده بقى غالي جدا، يعني مقارنه بالصيني. الصيني فعلا خلى ثمن الموضوع ده غالي جدا في المقارنه، لان انت تقريبا بتاخد 80% من الحاجات اللي انت بتدور عليها في العربيه. نيجي بقى لاسعار قطع الغيار، وهتلاقي ان العربيه الجاك الجي اس 4 انا ما جبتلهاش اي قطع غيار، لان هي ما لهاش اي قطع غيار موجوده بره. وهتلاحظ برضو ان اسعار قطع الغيار بتاعه التيجو ال8 برو ماكس والساو ايست الاس 09 كلهم باسعار واحده، لان يعتبر هم العربيات قريبه جدا من بعض. هم مش نفس الشاسيه طبعا، ولكن العربيات دي اجزائها الداخليه متشابهه جدا. طيب نيجي لاول حاجه، وهي المرايه الخارجيه بتاعه العربيه. هتلاقيها في التيجو عامله 23,000 جنيه علشان هي بكاميرا، وهتلاقيها في الام جي عامله 7,000 جنيه علشان هي من غير كاميرا، وهتلاقيها في الهافال عامله 20,000 جنيه. طيب مبخر التكييف في العربيه التيجو ال8 برو ماكس لقيته ب 9,000 جنيه، وما لقيتوش في الام جي ولا لقيته في الهافال. ترمبه البنزين بتاعه التيجو عامله 8,500 جنيه، وما لقيتهاش في الام جي، ولقيت بتاعه الهافال عامله 6,200 جنيه. مصفحه الموتور في التيجو عامله 5,000،
وفي الام جي برده عامله 5000 وفي الهافال عامله 5500. بالنسبه للشاشه بتاعت العربيه انا ما لقيتش الثلاث شاشات، ولكن شاشه التيجو ال8 برو اللي هي القديمه عامله 50000 جنيه. وخد بالك ان الشاشات بتاعت العربيات الثلاثه احدث، وهتلاقي الاسعار بتاعتهم ممكن توصل لضعف السعر ده، فعلشان تبقى عارف يعني السعر بتاع الشاشه ده ممكن يوصل لكام. كومبريسور التكييف في التيجو 8 عامل 25000 جنيه، وفي الام جي الاتش اس عامل 36000 جنيه، وما لقيتوش في الهافال. الطنابير بتاعت التيجو عامله 5500 جنيه، والطنابير بتاعت الام جي عامله 8000 جنيه، والطنابير بتاعت الهافال عامله 3800 جنيه. وصراحه مش متاكد طنابير الهافال دي الاصليه ولا الكوبي. الفانوس الخلفي الخارجي اللي بيبقى في الرفرف في العربيه التيجو عامل 12000 جنيه، في الام جي عامل 11000 جنيه، في الهافال عامل 9000 جنيه. التربو بتاع العربيه التيجو عامل 50000 جنيه، وما لقيتوش في الام جي ولا الهافال. ترمبه الزيت بتاعت التيجو عامله 10000 جنيه، وما لقيتهاش في الام جي، ولقيتها في الهافال عامله 12000 جنيه. طقم المساعدين الامامي في التيجو عامل 12000 جنيه، وفي الام جي عامل 13000 جنيه، وفي الهافال عامل 11000 جنيه. حساس الكانستر في تيجو عامل 4000 جنيه، وما لقيتوش في الام جي، ولقيته في الهافال عامل 10200 جنيه. حساس التربو في العربيه التيجو عامل 5000 جنيه، وما لقيتوش برده في العربيات الثانيه. الرادياتير بتاع التيجو عامل 12000 جنيه، وبتاع الام جي عامل 11000 جنيه، وبتاع الهافال عامل 8000 جنيه. الكاميرا الاماميه بتاعت التيجو 8 لو العربيه فيها اداس عامله 40000 جنيه، ومش موجوده في العربيات الثانيه. ولكن الكاميرا بتاعت الهافال الكاميرا الواحده الموديول الواحد عامل 5000 جنيه، ولكن دي غير الكاميرا بتاعت الاداس، فمعرفش الاسعار الصراحه عامله ايه. المقص في التيجو عامل 6000 جنيه، والمقص في العربيه الام جي عامل 7000 جنيه، والمقص في العربيه الهافال عامل 11000 جنيه، لانه طقم ما بيردوش يطلعوا مقص لوحده، فخد بالك ان انت هتشتري اتنين مع بعض. الطنابير في التيجو عامله 6000 جنيه، وفي العربيه الام جي عامله 5200 جنيه، وفي العربيه الهافال عامله 6100 جنيه. بالنسبه للفانوس الامامي الليد دايما بيبقى عامل 50000 جنيه، ولكن هو مش متوفر في الثلاث عربيات دي دلوقتي، ولكن الموديلات اللي اقدم منهم تلاقي الفانوس عامل 50000 جنيه. الشبكه الاماميه بتاعت العربيات دي كلها تلاقيها عامله في حدود ال 20000 جنيه لو لقيتها. الاكسدام الامامي بتاع العربيات دي متوسط سعره 12000 جنيه فاضي و35000 جنيه كامل. الكبوت بتاع التيجو عامل 50000 جنيه، وما لقيتوش في الام جي ولا الهافال. كده انا خلصت. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا له شير، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.